لو بتجمع هاي اند او فلاج شيب بيبقى الفيديو ده علشانك. جايب لك اسرع رام باقل معدل تاخير في كل جيل الدي دي ار 5 كينجستون فيوري بيست ار جي بي 64 جيجا. ومش بس كده، دي كمان سعرها مميز قوي. يلا بينا نجربها ونشوف كل تفاصيلها مع بعض. لو قدرت افيدك باي حاجه يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد، ولو محتاجين شرح لاي معلومه تقنيه او مراجعه هاردوير اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش الفرض اللي علينا: مقاطعة، توعية، دعاء. ادعوا لاخواتنا في مصر وفلسطين وسوريا واليمن وكل بلاد العرب والمسلمين، ربنا يفرجها علينا ويوحد كلمتنا في الحق والخير. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. التغليف بسيط جدا، يعني الرامة بتيجي في علبة بلاستيك شفافة عليها اسم الموديل وشوية كلام كده. الكت اللي معانا 64 جيجا، قطعتين كل واحدة 32، موديل كينجستون فيوري بيست ار جي بي دي دي ار 5. التردد او سرعة الرام 6000 ميجا هرتز بمعدلات تأخير سي ال 30، وده يعتبر من اسرع وافضل معدلات التأخير في الجيل ده. واستهلاك الكهرباء 1.40 فولت. معانا دعم اوفر كلوك الانتل من خلال اكس ام بي 3. كمان الرام متوافقة مع معالجات اي ام 5 الجديدة من رايزن. عندنا دعم اي ام دي اكسبو. التشيب الخاص بالرام من نوع هاينكس. معانا خاصية تصليح الأخطاء اون داي اي سي سي، ودي بتحل مشاكل كتيرة وبتدعم الأداء. الرام بيجي عليها هيت سينك ألمونيوم بالتصميم المميز لفئة البيست. الرام كلها خفيفة لو هنقارنها بالرينيجيد كده، بس التبريد كويس قوي وفاجئني بصراحة. الإضاءة RGB مدعومة على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. الألوان بتاعتها شارب ومتنوعة، وتقدر تتحكم في المود أو الستايل بتاعها من السوفت وير. عندنا فيوري كنترول بنقدر ننزله من موقع كينجستون الرسمي. وأخيرا الشركة ظبطت البرنامج في آخر أبديت وبقى سلس جدا ومستقر. كمان هتلاقي فيه أشكال حلوة قوي وجديدة للإضاءات. مساحة الإضاءة من جسم الرامة كويسة جدا وشارب. كينجستون بتقدم ضمان 5 سنين على الرام، وده بيعبر عن جودة وثقة كبيرة طبعا. السعر العالمي $220، والرام موجودة في مصر من خلال الوكيل وسعرها 13800 جنيه. وموجود منها إصدارة تانية بنفس كل حاجة بس السي ال 36 سعرها العالمي $200 وفي مصر 12800 جنيه. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية. من شاشة البايوس فعلنا وضع الكسر XMB1. كل الأرقام أوتوماتيك اتظبطت على أعلى وضعية للرام 6000 ميجا هرتز بمعدل تأخير CL 30 واستهلاك كهرباء 1.40 فولت. عملنا أكتر من اختبار ببرامج الضغط عشان نشوف مع أعلى تردد الدنيا هتوصل لفين. الحرارة وصلت 51 درجة مع أعلى ضغط، وفي الوضع العادي كانت 46، وده معدل كويس جدا وفاجئني زي ما أنا وضحت. انا كنت متوقع من وزن الرامة ان الهيت سينك ده هيطلع تعبان، لكن التشيب من جوه زي ما واضح كده عليها سيرمال بادز والتبريد كويس جدا. وعشان نشوف مدى توافق الرام واستقرار ادائها والتجربة بتاعتنا تكون كاملة، جربنا مجموعة كبيرة من الجيمز الحديثة بالاضافة لبرامج الضغط، والاداء كان ممتاز جدا. منصحكش تكسر سرعة مع الرامة دي، يعني مش عشان زي ما بنقول لكم دايما بلاش كسر والكلام ده، لكن هي تحديدا مش احسن حاجة مع كسر السرعة. يعني عايز اقولك لو حتى 6700 ميجا مش هتصمد معاك، بتعمل مشاكل كتيرة للأسف. فخليك في الاساسي بتاعها يبقى كافي وزي الفل معاك يعني. ودي مجموعة مقارنات مع موديلات موازية من شركات مختلفة. واضح تفوق الفيوري بيست في اكتر من اختبار. اداء الرام حلو جدا ومستقر، يعني كينجستون كالعاده بتقدم بيرفورمانس مميز قوي. التبريد ممتاز، والهيت سينك مغطي شرايح الميموري بالكامل، حتى في عز الحر مش هتواجه اي مشاكل. معدلات التاخير من احلى النقط اللي في الموضوع، يعني CL 30 دي تعتبر من اسرع رامات جيل الدي دي ار 5. كمان شكل الرام حلو ومساحه الاضاءه كبيره وشارب. كمان التسعير مناسب قوي، يعني احنا معانا رام 64 جيجا بتردد 6000 وCL 30، بتنور RGB وضمانها 5 سنين، وكل ده $200 بس. فالصفقة حلوة جدا بصراحة. لو بتعمل تجميع هاي اند او فلاج شيب وعايز رام مميزة بتقدم قيمة مقابل السعر، يبقى لازم تخلي الكينجستون فيوري بيست الدي دي ار 5 الجديدة في اولوياتك. ده ترشيح شهابي اكيد.